السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دينا من قناه حياتنا احلى. السلام عليكم، انا ملك بنت دينا من قناة حياتنا احلى. النهارده هنعمل لكم روتين مكثف. لو عندك فرح، لو رايحه مناسبه مهمه، لو عندك خروجه، هنعمل النهارده روتين قبلها بيوم او يومين على حسب. منتجات اسعارها كويسه جدا، يعني حتى لو انتي بنت صغننه، يعني مش لازم تكوني بتحطي ميك اب او حاجه زي كده. حتى لو انتي بنت صغننه المنتجات كلها يمكن اقل من 50 جنيه او اقل كمان من 30. يعني صراحة هي كل المنتجات اللي هنا اقل من 30 جنيه. وفي كمان حاجات هنعملها في البيت هيكون ليها بدايل لو مش قادرة تجيبيها من بره. تمام، هنبدأ بأول حاجة معانا وهي الغسول. هتغسلي بشرتك، دي اهم حاجة، تكون نظيفة جدا. تغسليها بأي حاجة، لو تغسليها في فرشة، لو تغسليها بإيدك عادي تدعكيه. انا هنا استخدمت غسول ايفا بالجليسرين، هو للبشرة الجافة ولكن حلو قوي للشتاء. انا بشرتي دهنية بس هو حلو جدا وبيظبط الدهون في الوش، يعني بشرتك مش بتلاقيها مدهننه. ده الغسول صراحة الوحيد اللي ما نشفليش بشرتي ابدا بعد ما بغسله. تمام، بعد ما بنغسل بشرتنا كويس بنحتاج ان احنا نعمل سكراب. ده ينفع غسول وسكراب. تمام، لو ممكن ان انتي تقشري من غير ما تغسلي وشك بغسول قبلها، لان هو غسول وسكراب. تمام، لو ما عندكيش ده او مش عايزه تجيبي ده، ممكن هتجيبي ايه، هتعملي ايه؟ هتجيبي ملح وزيت ورد. انا بفضل ليه زيت الورد لانه حلو جدا للتفتيح وفايته جميله جدا وبيفتح بس لو البشره. بشرتها حساسه مبلاش ملح. تمام، انا هنا ليه قلت الملح؟ لان معظم الملح اللي موجود يعني بيبقى ناعم، انعم من السكر، ولكن السكر قليل لما يبقى عندك في البيت سكر ناعم. فعشان كده استخدمي الملح لان هو حبيباته انعم على البشرة. هنجيب على قد بشرتنا، يعني دي معلقة ملح كبيرة، وهنحط عليها معلقة لمعلقتين من زيت الورد. ممكن تستخدمي اي زيت تاني، بس انا حابة صراحة زيت الورد لان هو بيفتح جدا وحلو قوي، وصراحة يعني ريحته جميلة كمان. ولو عندك سكر ناعم استخدميه بدل الملح، واللي بشرته حساسه بلاش الملح. بس اهم حاجة يكون حاجة ناعمة. تمام، انا هنا ليه قلت لان هو حبيباته ناعمة برضو، لكن بديله الملح وزيت الورد او سكر ناعم. تمام، بعد ما بنعمل كل بنعمل الشيفنج. لو ما فيش جل هتعملي ايه؟ هتجيبي اي كريم من عندك، يعني حتى لو ده مثلا اي كريم من عندك، هتحطيه على وشك، هتفردي على وشك وتبدأي تشيلي في عكس اتجاه الشعر. وهنطهر الاول الشيفنج بالكحول. هنطهره برشة قبل كحول. الاستخدام وبعد الاستخدام. هنطهره برشة كحول قبل اي نوع وبعد. بقى. النوع ده على فكره طلع حلو قوي، عشان في ناس بتقولك لازم اللي هي الفلامينكو وده وغاليه وبتاع، لكن ده لا، 15 هايل جنيه. النوع ده برضه. 15 جنيه. طبعا الشيفنج ده مش كل السن، يعني السن الكبير شويه عن ملك، مش اللي في سنها يعني. تمام، حلو قوي. الفرق ما بينها وما بين فلامينجو ان فلامينجو بتكون انعم شويه على البشره، دي ممكن تجرحها وتعمل خدوش احنا مش شايفينها، اللي بينتج الحرقان اللي بيبقى بعد ما بنعمل الشيفنج. بس هي كسعر هي حلوه، وكاستخدام هي برضو حلوه، يعني بدل ان احنا نجيب فلامينجو. تمام، بعد الشيفنج لو بشرتك حساسه هتحتاجي ان انتي تعملي اي حاجه تهدي البشره، لان هي ممكن احتمال كبير قوي تلتهب. فالماسك ده رائع، مهدئ طبيعي 100%، حلو جدا. مهدئ طبيعي 100% للبشره، هي صراحه يعني تحفه احسن من اي سيرم ممكن تجيبيه. هو جميل قوي. الماسك عباره عن ايه؟ عباره عن 4 معالق كبار من اللبن، ونص معلقه صغيره اللي هي نص المعلقه اللي انا ماسكاها دي من النشا. هتحطيه على النار، هتقلبيهم الاول على البارد، بعدين تحطيه على النار وتستني شويه لحد ما يبقى قوامه عامل زي المهلبيه كده، وتبداي انت تفرديه على بشرتك وهتسيبيه لمده 10 او 15 دقيقه. هتلاقي بشرتك هديت جدا. ده ممكن تعمليه كمان لو البشره الحساسه وبتعمل سكراب بيحصل لها هيجان في البشره، تعمليه برضو بعديها
بعد الشيفنج بيحصل هيجان في البشرة، تعمليه بعديها حلو قوي. هاتي انا بقى اعمله انا على وشي كده وانتي كملي بقية شرح. تمام. بعد ما بنعمل كل ده بنشطف وشنا. يستحسن ما نشطفش وشنا بغسول، عشان يستحسن ما نغسلش بغسول عشان فوائد الماسك اللي احنا حطيناه ما تروحش. في ناس من يعني ناس بعرفهم سألوني جارنيه ده، ماسك جارنيه ينفع يتحط بعد الشيفنج؟ لا، لان ماسك جارنيه ده هيلهب البشرة، لان هو يعني مستخلص الليمون دوت. وقبل ما نسمع بقى فرنساوي او كده، احنا جايبين الحاجات دي ده من زمان. ماسك الجرنيه قبل اللي حاصل. مثلا انتوا شفتوا الكريم بتاع الجرنيه ده معايا في مشتريات قبل كده، فاحنا جايبين الحاجات دي من قبل اللي يحصل. تمام. يعني احنا بنجيب منتجات ونركنها، لما بنخلص اللي عندنا نبتدي نستخدم الجديد. لما بنلاقي عروض على المنتجات دي احنا في ماركت او حاجه، بنجيب الحاجه اللي تناسبنا، بنستغل الفرصه ان في عروض ونشيلها لحد ما المنتجات اللي بنستخدمها تخلص. دوت ممكن يحرق لك بشرتك ويلهب لك بشرتك بعد شيفنج او سكراب، فدوت هنخليه في الاخر خالص ونقول هنستخدمه امتى. بعد ما قلنا حطينا الماسكات بتاعتنا، هنحتاج بقى المرطبات. انا عن نفسي صراحه مش بفضل ان احنا نحط بعد الشيفنج والسكراب والهلك اللي حصل في بشرتنا ده حاجه فيها ريحه زي نيفيا سوفت، او اللي هو يعني في بالتوت وفي بالفواكه وفي حاجات كتير قوي، بالنعناع برضو. انا بفضل ان احنا نحط زيوت طبيعيه عشان ليها فوائد طبعا للبشره عن الكريمات، وكمان مش هتلهب البشره لان ما فيهاش ريحه. انا هنا عامله السيرم ده سهل قوي وليه فوائد كتير قوي. هو عباره عن معلقه من زيت جوز الهند، ومعلقه من زيت الزيتون، ومعلقه من زيت الورد. ده ماسك للتفتيح وللترطيب، وكمان حلوه قوي للهالات السوداء. يعني لو وهتحطيه ممكن تحطيه تحت عينك، حلو جدا للهالات السوداء، بيهديها. يعني مش هقول ان هو بيفتحها لان مفيش حاجه بيفتح الهالات السوداء، وبيهديها، بيهدي من مظهرها، بيدي البشره جلو حلو قوي. يعني لو تحطيه قبل ما تنامي تصحي تلاقي بشرتك يعني مترطبه وفيها جلو، ان هي بتلمع كده. فهو صراحه حلو قوي، دوت اللي بفضل ان احنا نستخدمه. ده زيت الورد اللي احنا بنستخدمه، والزيت من الزيتون، شركه الكابتن. زيت الزيتون اللي بنستخدمه اسمه ايه؟ والله وادي فود. زيت الزيتون اللي بنستخدمه وادي فود. والزيت الجوز الهند اللي هي عارفين فاكرين العلبه الصاج بتاع زمان كنا بنجيبها من بورسعيد، دي برضه هنعمل لكم على فكره ريفيو عنها برضه اذا كانت حلوه ولا لا. زيت الجوز الهند اللي احنا استخدمناه. ممكن بقى لو مش عايزين او مش بتحبوا تعملوا تركيبات زيوت او حاجه زي كده، ممكن تستخدموا ده مرطب من ايفا بي وايت للتفتيح. ده مرطب الليلي مش النهاري، بالترمس والخيار، حلوة قوي وكمان لطيف جدا على البشرة، ويعني بتلاقي بشرتك حلوة جدا. طيب كده ايه، خلصنا الروتين بتاع البشرة. طيب الشفايف بقى في الشتاء خصوصا بيبقى فيه في الشفايف لما هيجوا يحطوا روج او حاجه، حتى لو حطوا مرطب بيبقى فيه زي قشور كده في الشفايف. لهم السكراب ممكن يتعمل للشفايف يبقى ايه؟ احسن سكراب وانا بستخدمه هو عبارة عن، بالنسبة بقى لسكراب الشفايف هيبقى مختلف شوية عن سكراب الوش، لان هو يعني عايزين حاجة تضرب الدورة الدموية في الشفايف بحيث ان هي تبقى لونها وردي. السكراب ده انا بحبه قوي، بستخدمه كتير جدا لان هو فعلا بيخلي الشفايف لونها وردي، وده عن تجربة. عبارة عن ملح، لو عندك سكر ناعم استخدميه. انا استخدمت ملح لان الملح انعم من السكر. ده لو انتوا بتستخدموا ملح ناعم، ونص معلقة قرفة، معلقة ملح، نص معلقة قرفة، ومعلقة من اي زيت. انا هنا كنت حطيت نص معلقة زيت لان انا بحب القوام ده يكون مش ماسك في بعض قوي، حلو قوي. وتعمليه كل يوم قبل ما تنامي لحد ما تلاقي ان شفايفك ناعمة قوي. طبعا وهتلاقيها كمان لونها وردي. بعد السكراب بنحتاج لترطيب عميق، ترطيب عميق. تمام. لابيلو من المرطبات الحلوة قوي، ولكن انا يعني بنصح ان انتوا ما تجيبوش دي اللي هي البامبا او اللي هي فيها اي لون. يعني دي فيها
لون خفيف كده اهي. بنصح ان انتوا ما تجيبوش اللي فيها الوان، تجيبوا الزرقاء اللي هي بالنعناع تقريبا، ما فيهاش اي لون، عشان اي مرطب فيه لون بيبقى ترطيبه اقل بكتير من المرطبات اللي هي لونها ابيض عادي. تمام. من الحاجات برضو اللي تخلي الدورة الدموية تضرب كده في الشفايف زيت النعناع. زيت النعناع برضو بيدهن بيه الشفايف كده، بيخلي عشان هو حامي فبيخلي الدورة الدموية تشتغل، تتجه ناحية الشفايف على طول. ولو عايزة بقى شفايفك على طول لونها احمر، زيت نعناع عليها نقطة كده من دم الغازات تدهني بيها شفايفك بالليل مرة على مرة، خلاص لون شفايفك هيبقى احمر كده وتحسي ان هي صحية يعني. ده طبعا غير السكراب. ممكن بقى بعد ما بشرتك تهدى خالص تغسلي وشك وتستخدمي اي ماسك، اي شيت ماسك، لان هو بيبقى حلو قوي. الشيت ماسك بيدي تغذية عالية للوش. تستخدمي اي شيت ماسك، مش لازم جرنيه، اي شيت ماسك انت عايزاه هيبقى حلو قوي. بس اقول لك حاجه، انا من رايي ان هو بتاع جرنيه ده ممكن نستخدمه قبل الخروج على طول بربع ساعه كده، يتحط البشره تشرب السيرم اللي فيه يعني ممكن تحطيه قبل الميك اب يعني اللي انت هتحطيه، دي نتيجه احلى. هقول لكم دلوقتي بننزل بايه، وماما هتقول لكم بتنزل بايه، لان طبعا ماما بتحط يعني ميك اب قليل قوي، وانا مش هحط ميك اب اكيد. فهقول لكم انا هنزل بايه. بعد ما بنحط الماسك دوت الصبح، نحط الماسك بحب قوي ان انا احط ده، مش ده اكيد، ده هو بقى عندي النهاري بس انا مكسله اقوم. النهاري علبته لونها يعني بنفسجي فاتح، مش ده. تمام. بحب احط تحت عيني ده من ايفا بي وايت برضو تحت العين، بيدي جلو حلو قوي. وبحب احط يعني حاجه خفيفه كده، نقطه من التنت ده. انا وريتكم لونه قبل كده ان هو مش بيبان خالص، يعني بيدي توريده كده حلوه جدا، وهو صراحه يعني لونه لطيف قوي. بحط اي مرطب شفايف زي لابيل وبحط نقطه من ده. بعدين ماما بقى هتقول لكم هي بتعمل انا اللي بستخدمه برضو مش حاجه غريبه عن ملك. هاتي كريم العين يا ملك، هو نفس كريم العين بتاع الهالات ده، بيدي بس في نوع منه بيدي تغطيه كده زي الكونسيلر، ده اللي بستخدمه. مش تغطيه عاليه طبعا، بس يعني مش بيبان الهالات يعني مطرح السهر والحاجات دي. والكريم اللي هو التفتيح بتاع هورنيه، هو يعني الناس اللي عندها هالات جامده ده مش هيداري، اما انا وماما ما عندناش هالات جامده خالص، يعني حاجه خفيفه خالص فبيداري. كريم التفتيح بتاع هورنيه تقدري تستخدمي بيبي كريم، اي بيبي كريم عندك لو انت بتحبي التغطيه تبقى اتقل شويه. لكن ده كريم تفتيح بيدي ضي ابيض كده، لكن طبعا تقدري تستخدمي بيبي كريم يبقى فيه واقي برضو شمس. تمام. والتنت طبعا التنت بتاعي لونه احمر شويه عن كده، دوت بتاع ملك. واي روج بقى عندك، انا بستخدم عاده الروجات كلها بتاعت ايفون المط، ما بستخدمش الروجات اللي هي زي الجلوس كده، لا هو ايفون المط ايا كان بقى درجاته، يعني كل درجاته، اذا كان لبستيك يعني او زي الجلاس كده. بس ده الروتين بتاعنا بتاع اي خروجه، اي مناسبه، ايا كان الموضوع، هو ده اللي احنا بنعمله، بنعملش غيره. بس طبعا بقى ايه بعد الروتين البشره بنعدي على نعمل باديكير للايد، نعمل باديكير للرجل، يعني بناخد الحواس بتاعتنا للحاجات التانية يعني معانا في الطريق يعني. ولو حابين اقول لكم روتين للجسم يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا مش هبخل عليكم بحاجه، وهقول لكم الروتين للجسم كامل متكامل. يلا باي باي، نشوفكم فيديو جديد باذن الله، وما تنسوناش بقى في الدعاء. ولو عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.